السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي 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 والكل بيعشقها. هنعمل رموش الست الدايبة الطرية الناعمة بطريقة سهلة قوي وهتعجبكم قوي قوي قوي، وان شاء الله يعني هي مكوناتها كلها موجودة في البيت، مش تاخد منك وقت خالص. يلا بينا نخش على الوصفة ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي نص كيلو من السمنة او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. تمام. انا عملتها بسمنة وبرضو ينفع تعمليها بزبدة، مفيش اي مشكلة، الاتنين بيدوكي نفس النتيجة. هبتدي اضرب السمنة كويس قوي 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 لحد ما السمنة بتاعتي احس ان هي لونها فتحها شوية، وبعد كده هنزل عليها بربع كوباية من السكر البودرة وهدوبهم مع بعض حلو قوي. يعني ما بين كل حاجة وحاجة هنزلها هضربهم حوالي دقيقتين كده بالمضرب اليدوي العادي. عايزة تضربها بمضرب الكهرباء مفيش اي مشكلة، بس انا بسهل عليكم الدنيا، هي اصلا يعني مش محتاجة مضرب كهربائي ولا حاجة. اول بقى ما توصل للقوام ده كده هنزل ببيضتين، اتنين البياض وواحدة الصفار. يعني انا في بيضاية واخدة منها البياض وراكنة الصفار على جنب، وفي بيضاية واخداها كاملة زي ما هي. تمام. هنزل بيهم كده وهديهم سنة فانيليا وهدوبهم كويس اوي مع بعض. اول ما توصل للقوام ده كده تحسوه شبه قوام الكيك شوية، هروح نازله عليها بقى بمعلقتين من جوز الهند الناعم، عليهم 3 معالق من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه ملح. وهنزل بكوبايتين دقيق، هنزل بكوبايه الاول وبعد كده الكوبايه التانية هنزل بها تدريجيا لحد ما العجينه تلم معايا. تمام كده. انا مش عايزه انزل بدقيق كل مره واحده عشان مش كل الدقيق بيشرب السوائل، فانا الخليط اللي انا حطيته دوت هياخد معاكي من كوباية ونص لكوبايتين دقيق. تمام. انا الخليط ده اخد معايا كوبايتين الا ربع دقيق بالظبط. هنزل بالدقيق واحدة واحدة، وانا في المرحلة دي مش هعجن خالص، انا هلم العجينة بس، هشرب بس الخليط دوت الدقيق، لكن لو هعجن هتنشف منك. في المرحلة دي ما تعجنيهاش خالص، لمي بس الدقيق وشربي السوائل بتاعتك الدقيق. انا كده كنت حطيت كوباية وربع من الدقيق، وهحط حوالي ربع كوباية تاني. بس كده مش هضيفلها دقيق تاني. اخدت معايا بالظبط كوباية ونص من الدقيق على 3 معالق دقيق بسبوسة، على معلقتين كبار من جوز الهند، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. دي المواد الجافة اللي انا ضفتها. بس هي بقى اول ما تبقى بالقوام والشكل دوت كده تحس ان هي بتلزق شوية، لازم تبقى طرية وبتلزق شوية. ابتدي بقى اشكلها بالشكل ده. هجيب بقى صينية ولا صاج اي حاجة هشكل فيها، وهبتدي بقى اشكلها الشكل اللي انا عاوزاه. عاوز تعمليها شبه العين كده شويه زي ما بعملها براحتك، حابه ان انت تعمليها مدوره، حابه تعمليها صوابع طويله، شكليها بقى الشكل اللي انت عاوزاه. هي بتتشكل بمنتهى السهوله اصلا، وبتبقى طريه قوي كده وسلسه في ايدك، يعني تشبه شويه عجينه الغريبه، بتبقى برضو طريه وبتلزق شويه. وسواها بيبقى زي سوا البسبوسه بالظبط، على درجه حراره عاليه، والفرن تكون سخنه قوي. يعني سخني قبل ما يعني وانتي بتشكلي فيها كده، ولعي الفرن بتاعتك تبقى سخنه وعلى درجه حراره عاليه 200 220، او على اعلى درجه حراره عندك في الفرن، على نار عاليه، على الرف اللي فوق الصاجة على طول. تمام. الرف اللي فوق الشبكه على طول، الرف اللي هو يعني تحت اللي في النص شويه،
وهتاخد معاكي في الفرن بالكتير اوي ربع ساعة، وهتطلع بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. لو لقيتيها اخدت معاكي لون من تحت والوش محمرش، ولعي الشوايه تاخد اللون من فوق وخلاص، ما تسيبيهاش لحد ما تاخد اللون من فوق عشان ما تتحرقش وتنشف منك. بعد ما خلصت بقى الكميه دي، الكميه كلها اللي طلعت معايا، عندي بقى صفار البضايه التانية اللي انا سبته، هديله كده ذره فانيليا او نقطه خل. انا اديته شويه فانيليا كده وهقلبهم، وهبتدي هدهن بيه وش الرموش بتاعتي. هدهن بقى الوش كده بالشكل ده عشان تديكي اللمعه اللي انتي بتشوفيها كده لما بتيجي تشتريها من بره. هدهن بقى الوش بتاعها كله، وهدخلها الفرن على درجة حرارة عالية زي ما قلت لكم. هتاخد بالظبط ربع ساعة وخلاص كده. بس بديها ايه، تخطيطه كده بالشوكة، ضغطة كده بالشوكة عشان تدي معايا شكل حلو برضو. اول ما دخلتها بقى الفرن هبتدي اعمل الشربات بتاعها. الشربات بتاعها عبارة عن كوباية سكر وكوباية ونص مية، زي شربات البسبوسة بالظبط. والرموش بتبقى طالعة من الفرن سخنة والشربات بيبقى سخن، عشان كده عملت الشربات بعد ما دخلتها عشان الاتنين يبقوا سخنين ويتحطوا على بعض. عملت بقى كوباية ونص مية على كوباية سكر وعصرة ليمون، ودفعتهم على النار 10 دقايق بعد الغليان. وده كده كان شكلها على ما الشربات كان استوى، كانت هي كمان خرجت من الفرن. وده كده شكلها. هحط بقى الشربات سخنة وهي سخنة، نسمع بقى التش دي، وهغطيها بقى واسيبها شوية على الجنب ده، وراح قلبها على الجنب التاني عشان تتشرب من الجنبين كويس قوي وتطرى معاكي. هي اصلا بتبقى طالعة طرية وحلوة قوي. سبتها بقى شوية على الجنب ده، وهبتدي ان انا اقلبها على الجنب التاني. بصوا السوا بتاعها من فوق ومن تحت خطير، عشان تتشرب برضو من الجنب دوت. وبعد كده نبتدي بقى ان احنا بقى نرصها في طبق التقديم، وقدميها بقى بألف هنا وشفا. طريقتها سهلة قوي وحلوة جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، خطيرة. والطعم بقى ما اقولكوش، وده يبدوب. طريقتها سهلة جدا جدا جدا. بصوا دايبة ازاي، دايبة قوي، وطعمها بجد خطير. جربوها وان شاء الله تعجبكم. متنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.